ايوه، زي ما انتوا قريتوا في البوست، انا اقصد اللي انا بقوله، بس استنوا عليا شويتين وانتوا تفهموا انا اقصد ايه. العيد هو فيه اضحيه، لكن في الاصل هذا العيد هو عيد الرحمه، وكل سنه وانتم طيبين. لان من الرحمه اللي ربنا عملها لسيدنا ابراهيم لما عمل له الاختبار ونجح في الاختبار ولقاه يقدر يضحي بابنه فلذة كبده، لانه بيطيع رب العالمين. كان الجزاء خير الجزاء وكل الرحمة إن ربنا بدله مكان ابنه بذبح عظيم. بقى هو ده نسق الإيمان ولب العبادة، المحبة والطاعة لرب العالمين. ومن ساعتها وتسنى علينا سنة الحج، سنة لسيدنا النبي وسيدنا إبراهيم. لكن في نفس الوقت خلي بالكوا، هي مش فكرة إن أنت بتجيب لحمة أو بتذبح أو بتوزع على المساكين أو على الأقارب والأحباب. الفكرة هي في المحبة، أنت بتعمل طاعة ربنا سنها ليك وبتعملها بمحبة، لأن هي في الأصل هي سنة محبة. ولأن العبادة لبها في المحبة، في إنك تحب رب العالمين اللي اداك الدنيا دي كلها وكل النعم، فتكون ليه مطيع. فتعلموا منها عشان تطلعوا من العيد ماسكين في نفس الموضوع، خيط واحد يخليكوا عايشين وسط بعض مستمتعين. لأن ده الكتالوج اللي ربنا قال عليه، المحبة في العبادة خير. هتلاقوا الناس ماشيين في العيد فرحانين، وحتى اللي بيدي لحمة أو عيديات للناس من جواه سعيد إن ربنا مكنه بكده. فبالتالي نطلع من العيد بدرس واحد، المحبة ثم المحبة ثم المحبة لرب العالمين وكل عباده. وتبقوا طالعين من العيد وانتوا عارفين ان ربنا اقر ليكم المحبة، فبالتالي تقروا انتوا كمان المحبة لخلق الله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يصلح حالي وحالكم، ونبقى دايما ماشيين على محبة الله وعباده وبالذات المخلصين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.